قوي، وزي ما قلنا بقى وائل جمعه نعرف رايه يعني بالظبط، ونعرف زي ما قلنا كده ان هو بيأدي بشكل قوي. نشوف بقى هل هيأدي معانا في التليفون بشكل قوي ولا لا. كابتن وائل مساء الخير. ازيك يا كابتن سيف؟ ازي صحتك؟ ازي حضرتك؟ وحشني. اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك، ربنا يكرمك. الله يسلمك. الله يكرمك. كذا اشاعه، يعني هبتدي الاول معاك ان انا الحقيقه تابعتك في منتخب مصر الاخير، يعني 3-4 ايام الحقيقه بتأدي بشكل قوي جدا. دايما بتكلم عليك، والله مش عشان انت معايا، دايما بتكلم عليك ان ما شاء الله ما شاء الله، يعني دايما بتأدي زي ما تكون اول ماتش هتلعبه عايز توري الراجل او عايز تقول للراجل انا هو، زي ما تكون صغير ولسه عايز تثبت له ان انت نمره واحد. والله يا كابتن سيف، يعني انت عارف كل ما اسمك بيكبر بتبقى المسؤوليه كبيره عليك، وثقه الناس دي مش شويه، ومش حاجه بسيطه. فلازم الواحد يبقى مقدر الثقه دي من خلال المحافظه على نفسه، ومحافظه على مستواه، ويأدي بقوه زي ما حضرتك بتقول كده. فده اللي الواحد بيحاول يعمله يعني. الحمد لله الواحد بيحس بثقه الناس فيه. فبحاول ان انا اظهر دايما بشكل كويس، وبما الحمد لله يعني يملى عليا ضميري ويخليني دايما عند حسن ظن الناس بيا يعني. ربنا يوفقك يا كابتن. يعني طبعا هاخدك بقى لكواليس منتخب مصر. تمرينة منتخب مصر الأخيرة كان فيها نوع من الحماس يعني كبير جدا، ولكن كنت حاسس ان اللعيبة موضوع الملعب مش عارفين هيلعبوا فين. هل عامل حالة تشتت يا كابتن وائل؟ هل فعلا نجح برادلي والكابتن ضياء السيد ان هو يفصل اللعيبة، وحضرتك يا كابتن مثلا المنتخب او كابتن فريق انك تفصل اللعيبة وتفصل الناس عن التفكير؟ هل اختيار الجونة ده اصاب الناس مثلا بحالة حزن؟ هل الناس دي لا فاصلة مش في دماغها؟ بص يا كابتن، هو احنا في وقت وفي مرحله زمنيه بتخليك تتوقع اي حاجه تحصل، وده اللي بصراحه يعني زي ما حضرتك بتقول كده الحماس والروح كانت موجوده في التمرين. انت شفت اللعيبه عاملين ازاي في التمرين، فكله مهيئ نفسه لكده، وكله مستعد. انت في مرحله حاسمه ومرحله مهمه، وعايزين الناس كلها تبقى ملمومه عشان المرحله اللي احنا فيها دي. فكله عايز يبقى مشارك في اخر لحظه في اللي هي ان شاء الله يعني تقربنا من كاس العالم. عشان كده الحماس كان زياده، وبصراحه المدرب والخواجه والجهاز اللي معاه قادرين بان هم يطلعوا من كل لعيب احسن حاجه عنده. عشان كده التمرين الحمد لله كويس، وفي حماس كبير جدا موجود في التمرين، وان شاء الله الحماس ده يعني يبان نتيجته في المباراه اللي جايه وفي المباراه الفاصله ان شاء الله يعني. كابتن وائل، يعني طالما قلت المباراه الفاصله، كل الناس قاعده تتوقع، ناس بتقول بلاش الجزائر يعني ما بنستريحش معاها، طب نلاعب غانا، طب نلاعب نيجيريا، ولكن انت كان ليك دايما تصريح قلت الناس اللي تخاف مننا احنا ما نخافش من اي حد، تيجي رؤيتنا مع اي فريق نلعبه، احنا عندنا هدف نوصل لكاس العالم، نوصل لكاس العالم. ده تصريحك؟ طبعا يا كابتن. وانا زي ما قلت انا ما اتمناش اي حد، الفرقه هي اللي تتمنى ان هي تلعب معايا. واسم مصر الفتره اللي فاتت كافي ان هو يخلي الفرقه كلها تبعد عنك. وانا افتكر تصريح قريب جدا للمدرب بتاع الجزائر بيتمنى ان هو يبتعد عن منتخب مصر. يعني نتائجك الحمد لله في التصفيات الاخيره، مش عايز اتكلم على بعدنا طبعا عن الكاس الامم اللي فاتت واللي قبليها، هو ده السبب في انه خلانا تصنيف تاني. انما انا بتكلم عن النتائج بتاعتنا في المجموعه يا كابتن. زي ما انت شفت حضرتك الحمد لله ما فيش فرقه في بتهيألي في التصفيات كلها خدت ال 12 بونت من الماتشات بتاعتها الاولانيه من دون حساب الجوله الاخيره يعني. فيعني لو كسبنا ماتش غينيا ان شاء الله يبقى احنا الفرقه الوحيده اللي كسبت كل المباريات، ودي حاجه لوحدها تبعت رساله للفرقه اللي هتلاعبك بان انا يعني مش بترشح للمباراه فاصله، انا بترشح لكاس العالم ان شاء الله. كابتن وائل، يعني انت اكثر اللعيبه خبره، اكثرهم الحقيقه شلت كاس او احتفلت يعني مع منتخب مصر، جربت كل الفرق او معظم الفرق الافريقيه. كل الناس بتخشى حته ممكن مثلا الجزائر عشان هنلعب في ارضها فالجمهور مثلا كتير بتفضل البلاد الافريقيه. هل فعلا ده ممكن يكون عامل من حسم لقاء، ولا يعني اللعيبه ما عندهاش التفكير ده مجرد كلام اعلام؟ بص يا كابتن، هو اغلب الحمد لله الجيل اللي موجود دلوقتي في المنتخب، يعني حتى اللعيبه الصغيره الموضوع ده كان قبل فتره شويه كان فيه بيبقى خوف من جوه الارض وبره الارض. انما الحته دي اتكسرت شويه طبعا. مش عايز اقول الفضل ربنا ثم النادي الاهلي. الفتره اللي فاتت في ماتشات كتير وبطولات كتير انت خدتها بره سمعت كتير جدا. انما اللعيبه اللي موجوده والجيل اللي موجود دلوقتي حته الارض وبره دي ما بتفرقش معانا، خاصه في الظروف السنتين ثلاثه اللي فاتوا ان احنا يعني لعبنا ماتشات كتير جدا من غير جمهور، فكانك بتلعب بره ملعبك.
بالاضافه ان عامل ساعات ان انت العامل الجمهور بره ملعبك بيبقى عامل سلبي على الفريق صاحب الارض. فانت لو عندك خبرات تقدر تتعامل مع النقطه دي، بتبقى في مصلحتك مش ضدك يعني. فده اللي الحمد لله يعني الجيل اللي موجود الحمد لله في الصفات دي كلها عنده الخبره، قدر خد تجربه يعني. فينا ناس كتير وعناصر كتير من الجيل اللي موجود دلوقتي في المنتخب خد تجربه الجزائر بتاعه السودان، بالاضافه لانه لعب تجربه الجزائر في الجزائر. ففي ناس كتير عندها يعني زي مش عايز اقول تطعيم للنقطه دي، انما ان شاء الله يعني قادرين باذن الله بتوفيق ربنا ان انت تواجه اي ظرف هتتحط فيه يعني ان شاء الله يعني. كابتن وائل، لو على المستوى الشخصي او امنياتك الشخصيه، لو قلنا كوت ديفوار، غانا، نيجيريا، الراس الاخضر، يعني قلنا الجزائر، انت على المستوى الشخصي تفضل تقابل مين؟ بص يا كابتن سيف، هو يعني انا عايز اوصل كاس عالم، فمش عايز اتمنى مثلا يعني بالحسابات الاسماء كده والارقام اضعف فرقه هي الراس الاخضر وحساب التاريخ يعني. انما الحاجات دي كلها ما بتشفعش، الاداء في الملعب هو اللي بيشفع، وبتجربتنا وخبرتنا كده في خبره الناس اللي في الكوره، ان انت كل ما بتلاعب بالذات بالنسبه للاعب المصري يعني، كل ما بتلاعب فرقه اسمها كبير وتاريخها كبير بتحترمها اكتر. فانما انا ما اتمناش طبعا ان انا الاعب كوت ديفوار او غانا او نيجيريا. انا بقول لك في الاخر عايز اوصل كاس عالم، الاعب بقى الراس الاخضر، الاعب الجزائر، الاعب غانا، الاعب كوت ديفوار، اي حد من دول اهم هدفي الاساسي. وزي ما قلنا احنا الناس تخاف مننا، هدفي ان انا اوصل كاس عالم، بس مش عايز اتمنى حد عشان ما افاجئش يعني بحاجه. كابتن وائل، يعني هستغل وجودك معايا، كنت عملت مبادره امبارح واتكلمت في موضوع ان بعض الاعلاميين او بعض الصحفيين كانوا كتبوا الفتره اللي فاتت ان في حاله تشتت ما بين اللعيبه، في لعيبه بتنتمي مثلا لتيار ديني معين، في لعيبه ثانيه. كنت انا امبارح وجهت مبادره وقلت ان احنا ما عندناش في الرياضه كده، احنا في الرياضه كل واحد الناس بتتكلم في حته والفرق او اللعيبه في حته ثانيه خالص، مش المفروض حد يفرقنا. يعني احب اسمع برضو وجهه نظر حضرتك في الموضوع ده. هو طبعا انا معاك طبعا في نقطه ان انت طالما انت نجم ومشهور وليك تأثير، ما ينفعش انتمائك يعني يبقى ظاهر. فدي نقطة خطيرة جدا، انا مش عايز اقف عندها ومش عايز اتكلم فيها كتير، بس في ناس كتير واصله لهم النقطة دي يعني. طب انت وجهة نظرك الشخصية قدام نعمل ايه عشان نتفادى كل الكلام ده كابتن وائل؟ احنا عايزين نروح لقدام، عايزين نلعب على ارضنا. هي السبب، العصبية هي السبب. العصبية هي السبب. احنا يعني انا بيتهيألي احنا لو احنا بنحترم رأي الآخر، النقطة دي مش هتبقى موجودة يا كابتن سيف. انما احنا نقطة العصبية اللي هو رأيي او يبقى انت ضدي، او يبقى انت مش هسمع لك. فلو في احترام للرأي الآخر، ما كل واحد هيبين انتمائه عادي ومن غير عصبية ومن غير تشنج. طبعا كلام الحقيقه كلام حضرتك محترم. اخيرا بقى لقاء الاهلي والزمالك، لقاء مهم جدا يوم الاحد ان شاء الله باذن الله. بتتمنى ايه؟ يعني انا عارف ان انت بتخش كل لقاء بروح ال3 بونت، ولكن في اللقاء ده بالذات امنياتك؟ يعني زي ما حضرتك بتقول التمني، انا التمني مش موجود في الكوره يا كابتن زي ما قلت لحضرتك، انما انا شخصيا اتمنى ان انا اكسب طبعا. انما المكسب ان شاء الله هيجي بالاداء وهيجي بالروح وبالالتزام، وده اللي احنا يعني معودين جمهورنا عليه الحمد لله في اصعب الظروف يعني حتى لو افتكر ماتش اورلاندو معاك مع حضرتك اللي اتغلبنا فيه 3، بس انت بتقاتل في الظروف الصعبه اللي انت كنت فيها، صيام ورمضان وملعب صعب جدا وبتلعب في ظروف صعبه جدا. انما قاتلت وحاولت في حدود اللي تقدر عليه. طرد منك واحد، الظروف كلها كانت ضدك وضيعت ضربه جزاء والنتيجه 1-0، لو كانت غيرت مسار المباراه كله. انما احنا بنجتهد وبنحاول والتوفيق بيبقى على ربنا يعني. انما كأمنية انا اتمنى طبعا ان انا اتأهل اول مجموعه واللي يحصل بعد كده في المجموعه يحصل يعني. انما انا كل هدفي ان انا اكسب يعني. ان شاء الله باذن الله. بنتمنى لك كل التوفيق كابتن وائل جمعه، نجم منتخب مصر والنادي الاهلي، الرجل الحقيقه الخلوق المجتهد، بيأدي بشكل الحقيقه يعني اكثر من رائع. بنتمنى التوفيق ان شاء الله باذن الله برضو للنادي الاهلي والنادي الزمالك في لقاء الحد. كل واحد في معسكره بيتمنى ال3 بونت، كابتن وائل جمعه بيتمنى ال3 بونت، اكيد برضو في الزمالك